تلخص نص نهائي السوبر المصري 2025. الاهلي كالعاده بيعدي سيراميكا كليوباترا 2-1. ضغط عالي في البدايه اول ثلث ساعه، هدف مبكر وبعدها بيقل الريتم فبيتعادل سيراميكا. الاهلي بيكمل باقي الماتش بالخبره وبينجح في تسجيل الهدف الثاني، لكن سيراميكا بيهاجم وبيقدر يحرج الاهلي اللي بيدافع بخمسه وكان قارب للتعادل، وخصوصا وانه ليه ضربه جزاء صحيحه مليون في الميه. لكن البنا الملاكي بيدلع الناموس اللي تاريخه كله وبطولاته اتلخصوا في وقته واحده في الماتش ده. في المقابل الزمالك واجه بيراميدز في ماتش تكتيكي معقد جدا، هجوم قريبه، التزام دفاعي عالي. احمد عبد الرؤوف بيبدا بتشكيل غريب ولكن يحسب له الجرأه في ضرب الامر وسرعه التعديل. بيراميدز بيستحوذ على نص الملعب ودي مشكله كبيره لازم عبد الرؤوف ينتبه ليها، لكن الزمالك بيقدر يكسر الريتم ويقفل مفاتيح لعب بيراميدز. رغم ان الماتش انتهى 0-0 لكن الزمالك بيحسمها بركلات الترجيح 5-4 بروح واداء رجولي في ظل غيابات واصابات كبيره. الزمالك يا جماعه طول اجنحه، تخيل عايز تطير وجناحها تاكل صوره. الخلاصه الفرقتين في النهائي بشق الانفس، الاهلي كسب بالخبره والبنا الملاكي والزمالك كسب بالروح رغم المعاناه. النهائي اللي جاي تحدي كبير هيأثر على استقرار الاهلي وطموح الزمالك، واللي هيكسب هيصدر مشاكل كبيره للناحيه الثانيه. تفتكر مين يقدر، الاهلي بصفوته ولا الزمالك بصفوته؟ مستني رايك في الكومنتات.